مرات كتيرة ناس بتجيلي تعمل مشورة ويبقى الخناقة كلها اللي بينهم، ومثلا عايزين يسيبوا بعض عشان هو مش بيحبني، وهو يقول انا بعمل كل حاجة، انا بشتغل وبجيب وبعمل وبصرف، فحس ايه ده راجل كويس اهو، والراجل جدع اهو، وانتي بتدلعي ولا ايه؟ وهو يقول وهي مش بتحبني، على فكرة هي مش بتحترمني، هي مش بتعبر لي عن حبها. ولما نتكلم اكتر اعمق شوية نلاقي ان كل واحد عنده تعبير الحب بتاعه مختلف. يعني هي بالنسبة لها الحب مش ان هو يشتغل ويجيب فلوس ويصرف على البيت، رغم ان دي حاجة مهمة جدا، لكن بالنسبة لها الحب ان هو يقول لها كلام حلو، او ان هو يجيب لها هدية. وهو كمان بالنسبة له الحب هو ان هي تحترمه مثلا، او انه يبقى في علاقة جنسية بينهم. دي اول حاجة. رغم ان هي مثلا جدعة وشايلة البيت وشايلة العيال وبتعمل، ليه؟ لانه في 5 لغات للحب، وكل واحد فينا بيفهم الحب بطريقة غير التاني، وعشان كده بنتخانق كتير مع بعض في بيوتنا، لانه كل واحد مستني ومتوقع حاجة، والتاني بيديله الحب بلغته هو. فلو انا مثلا لغتي الهدايا او الواحدة، فانا بروح اجيب هدايا لجوزي، اغرقه هدايا، بس مش هو ده اللي هو عايزه خالص، هو مش فارق معاه الهدايا خالص. ولو انا اهم حاجة عندي هي الاعمال الجدعنة وكده، هغرق اللي قدامي جدعنة، وهكذا. هم 5 لغات: الوقت الكواليتي او الوقت الجيد، او ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم ونحكي. الهدايا، التلامس، انه مثلا نحضن بعض، نطبطب على بعض، او الجنس، دي 3 واحدة. رابع واحدة الكلام المشجع. وخامس واحدة الأعمال المساندة، أو اللي هي الجدعنة يعني، أو إن احنا نكون بنقف جنب بعض. وكل واحد فينا عنده ترتيب لل5 لغات دول غير التاني. فمرات أنا بغلط وأدي لشريك حياتي الحب اللي أنا نفسي فيه. وكل ما احنا اتكلمنا مع بعض وقلنا لبعض أنا مستنية إيه، أو إيه اللي بيعبر لي عن الحب من شريك حياتي بصراحة وبأمانة، كل ما عرفنا نتكلم بلغة بعض. يعني مثلا لو أنا بتكلم صيني وجوزي بيتكلم عربي، وانا هفضل اكلمه بالصيني، هو مش هيفهم انا بقوله ايه. ولو هو بيكلمني بالعربي وانا مش فاهمه عربي، مش هفهم هو بيقول ايه. كمان زي ما احنا هنتكلم بلغه بعض، فبالتالي كمان احنا مساويين لبعض. يعني لما بنكون بنحب بعض ما بيكونش في حد احسن من حد، او حد هو الشاطر، او حد هو اللي بيمن على التاني بالحب، لكن احنا الاتنين زي بعض. انا وجوزي زي بعض، انا وصاحبتي زي بعض. يعني عمركم شفتوا 2 اصحاب حد فيهم القائد بتاع الصداقة دي، او حد فيهم احسن من التاني في الصداقة دي؟ لو الاصحاب بيبقوا الاتنين زي بعض، بيبقى انا بشارك واللي قدامي بيشارك. في المحبة كمان بيبقى فيها احنا الاتنين بندي، مش حد بيدي طول الوقت وحد بيستقبل بس، لكن احنا الاتنين بندي. ممكن في اوقات الاخر يكون تعبان، يكون عيان، يكون عنده مشكلة معينة، يكون مشغول شوية زيادة، بتعدي. لكن لو طول الوقت حد بيدي جامد قوي وحد بياخد بس، يبقى ده هنا مسموش محبة، ده اسمه انه حد مستغل للآخر. وفي الحتة دي احنا محتاجين نرجع نفكر تاني في شكل العلاقة، ومحتاجين نتكلم مع بعض. كده احنا اتكلمنا على اول عمود من اعمدة العلاقة الصحية، هو المحبة.